عسلامة، مرحبا بكم مرة أخرى في القناة. إن شاء الله يا ربي تكونوا بألف خير. وصفة اليوم كما قاعدين تشوفوا فيها وصفة البسبوسة باللوز. الوصفة ناجحة 100%، إن شاء الله يا ربي تعجبكم. وكاينكم جدد في القناة ما تنسيوش باش تعملوا اشتراك، هكاك تشجعوني وتفرحوني برشا. قبل ما نبدأ في الطريقة نحب نذكركم اللي المكونات اللي كنا نكتبهم لكم ديما في صندوق الوصف اعملوا عليهم طلة. أول حاجة باش نحضرها لهنا هي الشحور. في كسرونة متوسطة حطيت السكر والماء والقارص، عصير القارص، باش نخلطهم شوية ومن بعد نخليهم على نار متوسطة حتى لين يوصلوا لدرجة الغليان. ومن بعد نخلي الشحور يطيب مدة 10 دقائق هكاك ونطفى عليه ونخليه على جنب حتى لين في الاخر باش نستعمله. وتو باش نحضر البسبوسه نتاعي. في التبسي نتاعي ولا تنجموا تستعملوا صحفه كبيره. حطيت الكميه نتاع السميد لازم يكون احرش، وزدت الملح والسكر وباش نخلطهم مليح مليح. مهمه ياسر المرحله هذه، لازم نضمنوا اللي السكر والسميد تخلطوا مع بعضهم مليح. ومن بعد باش نكملوا بقيه المكونات. وتو باش نزيد الكميه نتاع الزبده الذايبه، تنجموا تعوضوها بزيت نباتي ولا سمن ولا اللي تحبوه، ولا تعملوا نص نص. وباش نبدا نبسس المكونات نتاعي مليح حتى لين كل شيء يتجانس مع بعضه. بعد ما بسست المكونات نتاعي مليح، تو باش نزيد الكميه نتاع الماء. انا عملت نص ماء ونص ماء زهر، وباش نبدا نخلط كل شيء مع بعضه بالصوابع من غير ما نعجن حتى لين نتحصل على مزيج يكون القوام نتاعو رملي معناتها كيما الرماد المبلول. نأكد لكم من غير ما تعجنوا تخلطوا جوست بصوابعكم. نخليو المزيج نتاعنا يرتاح على جنب لو طون اللي حضرنا الحشو. لهنا خديت كميه نتاع لوز وحمرته بالقشور نتاعو، حمرته وبعد هيك رحيته كما تشوفوا فيه، رحيته خشين ما رحيتوش جيد. زدت كميه نتاع سكر وقرفه، القرفه اختياريه. نخلط مليح. بالنسبه للوز تنجموا تعوضوه بالكاكاويه كان تحبوا، وتحمروها كيف كيف وترحيوها. اما تزيدوا شويه كميه صغيره نتاع كاكاو باش يعطي لون غامق للكاكاويه، باش يعطي منظر مزيان كي تحشيو به البسبوسه. لهنا بديت نحضر فيها في الطبق نتاعي. لهنا طبق ديجا دهنته بزيت، وباش نبدا نفرش في المزيج نتاع السميد. خديت النص نتاع الكميه وفرشتها، ونحاول نستويها، معناتها لازمها تكون مستويه بشويه بشويه من غير ما نرصو. ونبداو محضرين الفرن نتاعنا على 180 درجه.
كما قاعدين تشوفوا فيا لهنا قاعده نستوي فيها دوبه بصوابع يديا من غير ما ننزل من غير ما نرص. مهم ياسر انكم ما ترصوش. وتوا باش ناخذ الكميه نتاع اللوز اللي حضرتها وباش نحاول نوزعها على كامل الطبق على فوق معناتها المزيج نتاع السميد. فوالا نحاول نوزعها مليح فوق الطبق الكل. وتوا باش نكمل بقية المزيج نتاع السميد ونحاول نرصفو كيف كيف ونوزعو مليح على الطبق. وتوا باش نحاول نستويها مليح باش ناخذ مغرفه ونحاول نستويها على قد ما نقدر من غير ما ننزل من غير ما نرص حتى لين نتحصل على سطح يكون متساوي. وتوا باش نحاول نقصها مش لازم معناتها السكينه توصلوها للاخر للقاع نتاع الطبق دوبا ما تحدوا لي مورسو نتاعكم. بالنسبه للتزيين كان تحبوا تزينوها كما البسبوسه التقليديه باللوز يكون مقشر زينوها في المرحله هذه قبل ما تدخلوها للفور. انا ما زينتهاش المره هذه باللوز. طيب البسبوسة مدة 45 دقيقة ولا حتى لين اللون متاعها يولي دوري. وثم ما تطيب نخرجوها ونسقيوها بالشحور اللي تبقوا طيبناه. نصبوه الكل معناتها ما تخافوش راهي تشربوا الكل وخليوها ترتاح مليح مليح قبل ما تقصوها وتقدموها. لهنا كي بعد ما سقيتها باش نحطها نرجعها في الفور يكون طافي ونخليها غاديكا ترتاح على الاخر قد ما تقدروا. تنجموا مثلا تحضروها في الصباح وتقدموها في العشيه والا تحضروها في الليل وتقدموها في الصباح هكاكا تشد روحها مليح وتكون شاربه كالشحور هكا مليح مليح. ان شاء الله وصفه اليوم يا ربي تكون عجبتكم وان شاء الله نشوفكم في فيديو اخر على قريب.